أي تغيير يراد به تغيير ديني لا بد أن ينبعث من اليقين بأن الله جل وعلا يستحق أن يعبد. نقول خبر قاله الشيخ عطية رحمه الله في المدينة المنورة، كان الناس يربون أغنام، أنا أدركت هذا، وكان كل بيت عنده زريبة غنم، نشتري برسيم من حي اسمه السيح، ثم كل إنسان يضع البرسيم لغنمه. فالشيخ لما أراد يضرب مثل من بيئة الناس، هذا الكلام قبل 30 سنة في الحرب، فقال إن الناس ليست مشكلتهم في أنهم لا يعرفون الحلال والحرام، لكن مشكلتهم أنهم لا يعرفون الله. ثم ضرب مثلا قال إن الغنم تعرف الحلال من الحرام، فضج أهل المسجد لأن هذا يعتبر كعدم احترام بعقولهم، فقال لهم خذ برسيم وقدمه لغنمك، ستأتي غنمك تأكل منه، بعد برهة ستأتي غنم الجيران تجتمع على نفس البرسيم، ثم أتي أنت والغنم كلها تأكل، واحد صوتا، ماذا يحصل؟ غنم الجيران تعرف أنه ليس لها تفر، وغنمك تبقى كما هي، تعرف صاحبها وتعرف أن هذا الغنم له، أن هذا البرسيم له. فالذين يذهبون إلى بارات الشرق وحانات الغرب، أو من يفجر ويتواعد لزنا أو لواط، أو من يعكف الليل أمام الشاشات، أيجهل أحد منهم أن هذا محرم؟ لكن ما الذي يجهله؟ هو لا يعرف أن الله أجل من ذلك كله، وكل من عصى الله جهل الله بقدر تلك المعصية. وأعظم الناس حظا من عطايا ربهم أعرف الناس بربهم. أخرج ابن جرير بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيوحي الله إليه بما شاء، ثم يمضي جبريل على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. جعلني الله وإياكم ممن يخافوا غيب المشاهد.